مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم اخبار من النت. ما تنساش تعملوا جيم على الفيديو، ابوني للشين يوتيوب متاعنا باش توصلكم كل الاخبار. عاجل هذا ما تقرر في حق كمال الطيب. اكد الاستاذ نزار عيد محامي رجل الاعمال كمال الطيب في اليوم الجمعه 17 فبراير 2023 انه تم التمديد في مده الاحتفاظ بمناوبه ل5 ايام اخرى على ذمه البحر، لافتا الى انه ذلك ينطبق على بقيه الموقوفين بنفس الملف. وقال عياد في مداخله على إذاعة إكسبريس FM اليوم انتهت فترة الاحتفاظ الأولى، والقانون يمكن من التمديد ب5 أيام، علما وأنه يمكن التمديد مرة أخرى وإن شاء الله تنتهي الأبحاث إثر. وكما قلنا تبريرا للتمديد يكون بيان الأبحاث ما زالت جارية، وهي تتعلق بخصوص التدقيق في الحواسيب والأجهزة والهواتف الجوالة للاطلاع على ما تحتويه. ومثل ما قلت سابقا الملفات تكون خالية من أي قرينة على ارتكاب أي جرم مهما كان نوعه، ولا وجود لشيء مادي يرتقي إلى رتبة الجريمة، وهذا باتفاق مع جميع المحامين الذين اطلعوا على الملف. يعني الملف يقول محامي انه ملف كمال الطيب ما فيه حتى شيء، يعني ما فيه حتى شيء، ما نعرفش علاش يعني يتم التمديد ولا تدقيق في الملفات هذه.